عزيزي المستمع، صباح الفل أو مساء الجمال على حسب بتسمعنا إمتى. رجعنا لك من جديد عشان ناخدك معانا ولو دقايق، بعيد عن دوشة الحياة وزحمة المسؤوليات والروتين اليومي. هنا مفيش شاشات هتتعب عينيك ولا دوشة هتوتر أعصابك. انسى كل المشاغل والضغوطات، وأهلا بيك معانا في نسمة صوت. لما تعمل موقف محرج أو تغلط غلطة، بدل ما تقعد تأنب نفسك وتتضايق، لو ضحكت على الموقف ده بتحس إن الدنيا خفت شوية، التوتر بيروح وهرمونات القلق بتقل، كأنك بتقول لنفسك يا عم عادي، بتحصل في أحسن العائلات، يلا نضحك ونعديها. دي مش تفاهة ولا قلة ثقة في النفس على فكرة، ده الأسلوب ده نوع من العلاج النفسي للي يقدر يعمله صح. الضحكة اللي بتيجي من موقف ساخر أو مفارقة غريبة أو من إفيه بيتقال على وضعنا المقلوب، الضحكة دي رشة السكر اللي بتحلي مرارة الأيام، هي دي الزيت اللي بيشحم تروس حياتنا المصدية. تعالوا بينا النهاردة في نسمة صوت نكتشف قيمة الضحكة دي، ونشوف إزاي السخرية من أوضاعنا ممكن تكون أقصر وأسهل طريقة للسعادة، أو على الأقل طريقة للتخلص من الكآبة. هنتعرف على الطريقة دي وإحنا بنغوص في كتاب كوميدي بامتياز اسمه Why Not Me. Why Not Me للممثلة والكاتبة الكوميدية الأمريكية اللي دمها زي العسل ميندي كالينج. الكتاب ده مش مجرد صفحات بتتقلب، لأ، ده زي ما تكون ميندي قاعدة معانا وبتفضفض وبتحكي عن نفسها بأسلوب ساخر وفلسفي في نفس الوقت، يخليك تقول إيه ده؟ دي بتتكلم عني ولا إيه؟ هو كتاب مذكرات شخصية لميندي كالينج، بس مش مذكرات عادية، دي مذكرات مكتوبة بأسلوب يخليك تدخل جوه دماغ واحدة من ألمع عقول الكوميديا في أمريكا. ميندي هنا بتاخدنا في رحلة بتحكي لنا فيها عن تجاربها المختلفة، من أول شغلها في هوليود لحد أزمات العلاقات العاطفية وضغوط المجتمع، وكمان علاقتها بالسوشيال ميديا. أول حاجة بتشدك في الكتاب ده هي صراحة ميندي وجرأتها. هي مش بتخاف تتكلم عن عيوبها أو عن المواقف المحرجة اللي بتحصل لها، بالعكس بتشوف إن دي مادة خام للضحك. بتحكي مثلا عن كواليس عالم النجومية والأضواء، وبتتريق عن المعايير اللي بيفرضها عالم هوليود على الممثلات، خصوصا معايير الجمال. بتوريك إن مش لازم تكوني باربي عشان تنجحي، وإن في مكان لكل الأشكال والأحجام. بتحكي عن فكرة إنها ممكن تكون مش الممثلة الأشهر أو الأجمل، لكن ليه لأ؟ ليه ما أقدرش أكون في المكان ده وانجح فيه بس بطريقتي؟ وبتحكي كمان عن معاركها مع وزنها وشكلها. اسمعي يا ست الكل، اسمعي. ميندي اتكلمت عن موضوع صورة الجسم والمحاولات الدايمة لإنقاص الوزن أو الظهور بشكل مثالي، كل ده بأسلوب فيه سخرية من هوس المجتمع بالمظهر، وبتشجعك إنك تتقبلي نفسك زي ما انتي بالظبط. أما عن الحب والعلاقات في زمن التكنولوجيا، فهنلاقي ميندي بتشاركنا تجاربها في البحث عن الحب في عالم مليان تطبيقات لعمل علاقات تيكاوي وحب مزيف وباهت. قصصها في الحب بتخليك تضحك من قلبك على المواقف الغريبة والمحرجة اللي بتحصل لأي بنت بتحاول تلاقي شريك حياتها في العصر ده. حكايات مضحكة ومفارقات هتكتشفي إن أكيد حكاية منهم حصلت معي. والرسالة الأساسية اللي بتحاول ميندي توصلها لكل ست أو حتى راجل هي الثقة بالنفس وتقبل الذات. الكتاب ده بيديكي إحساس إنك مش لوحدك في المشاكل والتحديات اللي بتواجهك. هي بتوريكي إن كل الضغوطات اللي بنحسها كستات، سواء ضغط الشغل أو ضغط الجواز أو ضغط الأمومة أو حتى ضغط السوشيال ميديا والظهور بمظهر مثالي، كل ده ممكن نتعامل معاه بضحكة حلوة والسخرية عليه والتعامل البسيط مع أي موقف يقابلك. ميندي بتقول إنها بتستخدم الكوميديا في حياتها كأداة للتعايش، لأننا لما بنقدر نضحك على مشاكلنا ده بيخلينا نحس إنها مش بالضخامة اللي احنا كنا شايفينها. وكمان بدل ما بتحاولي تبقي حد تاني، الكتاب بيوريكي إن النسخة الحقيقية منك هي اللي تستاهل الحب والنجاح. عشان كده هي خلت عنوان الكتاب عبارة عن سؤال مهم: Why not me؟ يعني ليه ما كنش أنا؟ ليه ما كنش أنا الناجحة؟ ليه ما كنش أنا اللي عيش الحياة اللي بحلم بيها؟ ليه ما أقدرش أحقق اللي نفسي فيه؟ ده سؤال بتطرحه ميندي بشكل متكرر،
وكأنها بتدعو كل واحدة إنها تثق في قدراتها. الكتاب ده يا عزيزتي مش بس بيضحكك، ده كمان هيخليكي تفكري. هتحسي إنك مع صديقة مقربة بتفضفضلك، بس فضفضتها دي بتوصلك رسالة إيجابية ومهمة قوي، إن الحياة تستاهل نعيشها بخفة ورشاقة، ونضحك على مصايبها، ودايما نثق في نفسنا ونقول ليه لأ. وكالعادة الوقت معاكم بيعدي بسرعة البرق. في نهاية حلقتنا بتمنى إننا نكون رسمنا البسمة على وجوه، وخدنا مع بعض جرعة من الثقة في النفس تخلينا نعيش الحياة صح، ولا نشيل للدنيا هم خالص. ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة من نسمة صوت، بقول لكم يا رب كل أيامكم تبقى ضحك وفرح، وكل لياليكم أنس وسعادة.